السلام عليكم، ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. معاكم دكتور اسامه عرفه، استشاري طب الاطفال وحديث الولاده ببورسعيد. وسؤال في العياده. السؤال النهارده ابني سخن ودرجه حرارته 40، وابني حديث ولاده مولود امبارح وسخن، اديله دواء. اهم حاجه في القصه دي نشوف اول حاجه الاوفر هيتنج، ان انا ممكن اكون ملبس ابني لبس كتير جدا وحاطه في غرفه سخنه جدا جدا جدا. الاطفال حديث الولاده السوائل في جسمهم بتبقى لسه قليله وضعيفه، وتظبيط درجه الحراره بيكون قليل، فانا بديله حاجه اسمها حراره مكتسبه نتيجه اللبس و فاول خطوه بنعملها ان احنا بنخفف اللبس وبنرضعه زياده، واذا كنا في الصيف او في جو حر قوي ممكن اشغل تكييف بسيط، ثم اقيس درجه الحراره تلاقيها نزلت طبيعي. يبقى هنا مش شرط ان انا طالما ابني سخن ان يكون عيان، لكن في الحراره اللي هي بتاعه الديهايدريتنج فيفر، اللي هي بتاعه جفاف السوائل ونقص السوائل وزياده حراره الجو واللبس في حديث الولاده، بتؤدي الى الحراره المتوسطه في حديث الولاده يعني بتبقى حدود 37 ونص، 38 مقبوله، فوق 38 بنبتدي نتكلم انه قد يكون سخن. الاول بنعمل اجراءات التبريد، ان انا بخلي الغرفه درجه حرارتها كويسه ولبسه مظبوط والامور تمام، ثم اقيس الحراره. لو ما نزلتش احتمال هدي دواء، لكن ما بنديش دواء على طول، لان غالبا معظم اطفال حديث الولاده بتبقى عندهم مشكله شويه في حته، عندهم مشكله في حته الحراره وفي حته اللبس وفي حته كده، ده بيزود درجه الحراره بدرجه كبيره جدا. كل المطلوب ان احنا مش مجرد القرار ان انا اخد قرار على الترمومتر مباشره، انا بحاول انزل الحراره عن طريق تخفيف اللبس، عن طريق تشغيل التكييف، عن طريق الرضاعه الكتير، ممكن الحراره تنزل. اطيب تمنياتي لحضراتكم واطفالكم بالصحه والعافيه. شكرا.